أنه تعرضت للإساءة الجنسية من قبل كاهن هنا في بلدة عنكاوة عندما كنت طفلة صغيرة أبلغ من العمر 11 سنة. إذ بهذا الكاهن يستدرجني إلى مكتبه الخاص، وتعرضت إلى لمسات غير مريحة مع تعليقات جنسية إباحية. وقتها كنت طفلة لم أدرك ما حدث، وحتى إنه عائلتي ما كانت تعرف بالإساءة الجنسية اللي حدثت لي. بعد خبرة الآلاف من الساعات وأنا أسمع وأنصح وأشجع ضحايا الحروب، العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، وأنا اللي أشجع وأشفي جراح الناس، تنطبق علي عبارة اشفي نفسك يا طبيب. قبل أكثر من سنتين توجهت للكنيسة وقدمت شكوى رسمية على هذا الكاهن في المحكمة الكنسية، وصارت جلسة مصارحة وواجهته بالأفعال الجنسية المسيئة اللي قام بها اتجاهي، وكانت ردة فعله أنه هو أنكر كل شيء وهدد بالانتحار وطلب مني أن أشيل مسدس وأقتله وطعن بي شخصيا بدل الطعن من القضية. فقلت له أبونا بهذه الطريقة أنا ما راح أقدر أغفر لك. فقال لي هاي مشكلتك. الموضوع انتشر في عنكاوة بشكل سريع وتعرضت للإقصاء الاجتماعي من بعض الناس، وتم التشكيك في مصداقيتي، وحتى أنه كانوا يتساءلون إذا ما كانت ملابسي شفافة وقت الاعتداء أو جسدي كان مثير.